عملنا كاس مصر في الكحك 2025، هنخلي المحلات تنافس بعض في الجودة عشان نوصل لأحسن كحك. قرعة دور الثمانية طلعت كويدر ضد العبد، بريكفاست مع سيدرا، ساليسو كري ضد الابوار، وسيمونز ضد تورتينا، وما عندناش ماتشات مؤجلة. المواجهة الأولى بين كويدر والعبد، اسمين كبار قدام معروفين، فجبنا علبة من كويدر 24 قطعة ب 210 جنيه، أما علبة العبد فكيلو مشكل ب 300 جنيه، فيها كحك سادة، عين جمل، عجمية، ملبن، بس طبعا هنقارن السادة عشان نشوف الفروق. أول حاجة كده ملفتة إن السمسم في كحك كويدر قليل شوية، عكس العبد كان باين بشكل معقول. كويدر قوامه بيدوب في البق، السمنة حلوة لكن طراوته قريبه من الكحك اللي بيلزق في البق. العبد قوامه انشف سنه لكن ده ذوق ناس كتير. اما اللي حسم المقارنه بقى بشكل نهائي هو ان العبد طعمه بيتي 100%، شبه كحك الجدات بتاع زمان بالظبط، عشان كده العبد هو اول المتاهلين للدور قبل النهائي. المواجهة التانية بقى صراع مش مواجهة، عندنا بريكفاست حامل لقب السنة اللي فاتت ضد سيدرا اللي معروف بحلويات عظيمة وكحك جودته ما بتتغيرش من سنين. علبة بريكفاست دي سعرها 400 جنيه، فيها كحك سادة، بسكوت نشادر، بيتي فور. أما علبة سيدرا فجبنا كيلو نص سادة ونص ملبن، وده سعر كيلو عندهم 425 جنيه. نيجي بقى لمقارنة الطعم، بريكفاست بصراحة ما تفاجئناش في طعم السمنة، قوي جدا طبيعي، قوام الكحك من جوه اللي هو بيدوب في بقك لكن ما بيلزقش فيه، طعم سمسم قوي بس منطقي مش زيادة، وكمان فريش مش قديم ولا مغير، مفيش افتر تيست في البق زي ما بنشوف في اماكن تانية، وعموما يعني ما يتزهقش منه. اما سدرة بقى فالمفاجاه انه تقريبا نفس الكلام، سمنه قويه طعمها غني طبيعيه مع وجود طعم سمسم اقوى شويتين ثلاثه من بريكفاست، لكن دي نقطه سلبيه بشكل ما، يعني بتحس كده بهجوم زياده منه. فعموما المقارنه هنا حرام حد يخسر فيها، لكن لو مضطرين نختار هنروح لبريكفاست اكتر لانه فارق بنسبه قليله في طعم السمنه وقوام الكحك من جوه وظبطه نسبه السمسم، فطبعا بريكفاست هو تاني المتاهلين للدور قبل النهائي. المواجهة الثالثة بين ساليسو كري ضد لابوار، برضه اتنين اسماء كبيرة وقدام، فخلونا نشوف. ساليسو كري جبنا منه علبة 16 قطعة ب 190 جنيه، اما لابوار فدي علبة 20 كحكاية ب 280 جنيه، فيها ميكس بقى سادة على كحك جوز وملبن. فخلونا ندخل على طول في الطعم. كحك ساليسو كري طعم السمنة فيه متوسط، ما هواش باين قوي وقوي ولا ضعيف، في المعقول يعني. اما لابوار فطعم السمنة موجود بقوة بس غريب، جودتها مختلفة خالص عن سمنة لابوار اللي متعودين عليها، تحس كده فيها طعم زيادة، كرفة مش مفهومه قوي. العجينه في ساليسو كري قوامها متماسك بتدوب بس مش قوي، وبرده مش ناشفه زياده. اما لابوار في العجينه قريبه شويه من قوام المعمول. نقطه كمان كانت في صالح ساليسو كري ان سكره مظبوط قوي، عكس لابوار اللي عجينته كان فيها سكر وكتير كمان. ساليسو كري فيه لمسه قرفه خفيفه خالص كده، في ناس بتفضلها كتير دلوقتي. فكل اللي فات ده بيودينا لان ساليسو كري هو ثالث المتاهلين للدور قبل النهائي. المواجهة الرابعة بين سيمونز وتورتينا مقارنة مش سهلة خالص، لأن الاتنين هاي كواليتي جدا، حتى في نقطة السعر الاتنين متعادلين. الكيلو سادة من سيمونز ب 495 جنيه، نفس سعر الكيلو السادة في تورتينا بالظبط. ندخل بقى في الطعم على طول. سيمونز السنة دي الجودة مش طبيعية، من أول الريحة، السمنة الطبيعية، تسوية، تحميرة زيادة سنة، عاملة طعم عظيم. بس لما جينا ندوق تورتينا احترنا أكتر، المكونات كلها نظيفة، الطعم حلو، توازن بين طعم السمسم والسمنة، هنت قرفة بسيط جدا عامل طعم حلو. حتى كحك المحشي اللي هو بالملبن والعجوه عند توتينا حشواته فريش قوي وحجمها كويس جدا، لكن نقطه التسويه احسن في سيمونز، وطعم السمنه عشان اقوى وطبيعي جدا حسم المواجهه دي لصالح سيمونز، فبقى رابع المتاهلين للمربع الذهبي. عشان نوصل مع بعض للدور قبل النهائي عندنا سيمونز، ساليسو كري، بريكفاست، العبد. والقرعه المره دي طلعت سيمونز ضد العبد وبريكفاست ضد ساليسو كري. بالنسبه لمقارنه العبد مع سيمونز فاحنا معجبين جدا بالطعم البيتي بتاع العبد، لكن سيمونز السنه دي مظبوط وسمنته طبيعيه وغنيه بشكل ما شفناهوش قبل كده، فيتاهل للنهائي عشان يقابل الكسبان من بريكفاست وساليسو كري. اختيار صعب جدا، ساليسو كري على قد ما هو حلو قوي، بريكفاست بصراحه ولا غلطه. عشان نوصل في الاخر لنهائي فيه طرفين سيمونز وبريكفاست، وهنا بصراحه احنا لقينا الاختيار شبه مستحيل، عشان كده هنقول ترتيب عام، هنحط الاثنين دول في المركز الاول كاحسن نوعين السنه دي، ونفس الكلام في المركز الثاني هنحط العبد مع ساليسو كري في نفس المرتبه مع بعض بالظبط. ولو عجبتكم الحلقه اعملوا لها لايك وشير، وقولوا لنا في التعليقات عايزين نجرب كحك منين الحلقات الجايه.